في بعض الناس لسانها طويل، لسانها طويل قوي، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. تلاقيه مثلا في الابتلاء يتكلم بكلام ربما يصل إلى الكفر والعياذ بالله، ربما يجعل ملك السيئات يكتب عليه مصائب تلو مصائب، يتكلم بكلام يسخط رب العالمين عليه، بل ربما يكون هذا الكلام سببا في هلاكه، يعني هو الذي أهلك نفسه. كما قال أبو هريرة: تكلم بكلمة ضيعت له دنياه وآخرته. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، اسمع. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبهذا أختم، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا موقفا عجيبا جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وذهب إلى أعرابي مريض يعوده، رايح يعوده، بيزور مريض. النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة شواغله كان يزور المرضى، ذهب إليه فوجد الرجل المريض ينتفض، فقال له النبي: بالله عليك أنا عايزك تركز معايا في الحتة دي عشان نختم، مهمة جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. كلمتين حلوين قوي، كلمتين دول تجد فيهما حسن الظن بالله. الرجل بينتفض يا رسول الله، ما أنا عارف ينتفض، بس إن شاء الله لا بأس عليه، وسيكون هذا المرض طهورا عليه إن شاء الله. فبيقول له لا بأس، طهور إن شاء الله. أنت عارف الرجل يبص له يقول له إيه؟ قال له: قلت لا بأس طهور؟ لا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني بيقول له: ده أنا الحمى اللي عندي ده هتموتني وتجيب آخري وترميني في القبر. أنت عارف النبي قال له إيه؟ قال له: فنعم إذن، وتركه وانصرف، فمات الرجل. مات الرجل. ده النبي قال له إيه؟ قال له: فنعم إذن، يعني اللي أنت قلت عليه هيتعمل فيك، يعني اللي أنت قلت عليه هيتعمل فيك.